الحسن من الخلق أن يأتي المرء للناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وأن يحب للناس ما يحب أن يؤتى إليه، هذا جماع الخلق الحسن، فإنه يكون بالقلب محبة ونصحا وإرادة للخير ورغبة في نفع الناس وإيصال الخير لهم وسلامة القلب، وبالجوارح إحسانا في التعامل معهم بالمعاملة التي يحب أن يعامل بها. ولهذا يجتمع حسن الخلق في حديثين: قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والحديث الآخر الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: وأن تأتي للناس الذي تحب أن يؤتى إليك.